أول لعبة لعبتها في شهر يناير هي سلاي ذا برنسس، لعبة مغامرات ورعب من نوعية فيجوال نوفل، صدرت سنة 2023 من تطوير ونشر بلاك تابي جيمز، بس أنا لعبت النسخة الإكسباندد اللي اسمها ذا برستين كات. قصة اللعبة بيتم سردها على لسان راوي بيقولك إنك ماشي في طريق في الغابة وآخر الطريق في كوخ، في القابو بتاع الكوخ ده في أميرة، أنت مهمتك إنك تقتلها، ولو ما قتلتهاش العالم هيتدمر. ليه وإزاي وعلشان إيه؟ الراوي بيرفض يقولك، وأنت محتاج تاخد قراراتك بالمعلومات المتاحة دي. الفكرة الغريبة دي بالفعل قدرت تقدم قصة مثيرة وعميقة بتستخدم الرعب والقلق من المجهول في مناقشة مواضيع فلسفية مشوقة. ده بيتم برضو من خلال عدد كبير جدا من الخيارات اللي بتتفرع لكم ضخم من السيناريوهات المختلفة، والسيناريوهات دي بتتنوع بشكل كبير بينهم وبين بعض. في سيناريوهات مريبة ومقلقة، في سيناريوهات مرعبة فعلا، وفي سيناريوهات مسخرة مضحكة جدا. واللي بيعزز العناصر دي كلها أكتر وأكتر هو الأداء الصوتي الممتاز. بالرغم من عدد الممثلين القليل، هما 2 ممثلين بس تقريبا، راجل وست، هما اللي عاملين كل الأصوات في اللعبة بطرق مختلفة ومتنوعة وكلهم حلوين قوي. زي ما قلت، القصة جزء كبير من الأبيل بتاعها هو الغموض والخوف من المجهول. ليه أقتل الأميرة؟ والأميرة المسكينة المربوطة دي إزاي ممكن تتسبب في هلاك العالم كله؟ بس للأسف القصة بتضحي بعنصر الغموض ده أسرع من اللازم، وبعد فترة قليلة إلى حد ما بتقدر تجمع فكرة عن إيه اللي ممكن تتوقعه في تفاعلاتك مع الأميرة. أنا شايف إن لو القصة فضلت غامضة لفترة أطول ده كان هيخدمها أكتر. تاني عيب هو إن مش كل السيناريوهات ممتعة بنفس القدر، ده للأسف بيخلي تجربة واحدة للعبة غير كافية للاستمتاع بكل جوانبها. أنا لعبت اللعبة أكتر من مرة علشان أكون فكرة متكاملة نوعا ما عنها، ودي حاجة أنا ما بحبهاش. أنا مؤمن بشدة إن اللعبة لازم تديك كل المتعة في بلاي ثرو واحد. متعة البلاي ثروز المتعددة لازم تكون بفضل الريبلاي فاليو بسبب المتعة نفسها، مش حجز جزء من المتعة ورا نيو جيم بلس. تقييمي النهائي لسلاي ذا برنسس ذا برستين كات هو 7/10. لعبة حلوة استمتعت جدا بيها وبطريقة تقديم قصتها، وخلصتها أكتر من مرة علشان أشوف منها أكتر، بس بعد كده بدأت أفقد الاهتمام بإني أعيد اللعبة أكتر من كده، لأن مش كل السيناريوهات كانت مرضية بنفس الدرجة. تاني لعبة لعبتها الشهر ده هي Darksiders 2، لعبة هاك اند سلاش مع عناصر تقمص أدوار، صدرت سنة 2012 من تطوير فيجل جيمز، وفي الأصل نشر شركة THQ، بس أنا لعبت النسخة الريماسترد بتاعت PS5 اللي اسمها Definitive Edition. أحداث الجزء ده بتدور بالتوازي مع أحداث الجزء الأول، بعد ما وور بيتم اتهامه بتدمير عالم البشر، وأثناء ما بيبدأ يحاول يثبت براءته خلال أحداث Darksiders 1. في الجزء الثاني أنت بتلعب بأخوه ديث اللي برضه ينطلق في رحلته الخاصة لإثبات براءة أخوه. الجيم بلاي شبيه إلى حد كبير بالهاكن سلاش بتاع الجزء الأول، لكن طبعا في قدرات مختلفة بما إنك المرة دي بتلعب بتجسيد الموت. والصراحة شخصية ديث نفسها هي من أهم مميزات اللعبة، شخصية مسلية ومختلفة كتير عن شخصية وور، والتضاد بين حقيقة إنه أقوى واحد في إخواته وإن شخصيته ساخرة جدا بتخليه جذاب أكتر وأكتر. برضو بناء عالم القصة نفسه وربطه بالأجزاء التانية يستحق الإشادة. فكرة إن أحداث الجزء ده ماشية بالتوازي مع أحداث الجزء السابق ضايفة إحساس ممتع مش عارف أوصفه إزاي، اللي هو أنت عارف إن أثناء ما أنت بتلعب بديث دلوقتي أنت برضو قاعد بتلعب وور في حتة تانية في عالم اللعبة. إحساس روش الصراحة، وإشارات الشخصيات لأحداث الجزء الأول بتخليه أروش أكتر. بالنسبة لتصميم اللعبة نفسه، فأكتر حاجة ممتعة فيها هي الانفايرمنتال بازلز، واللي بعضها بيقدم أفكار ممتعة جدا بفضل قدرات ديث الجديدة، بالإضافة لقدرات قديمة ظهرت في الجزء السابق. وبالرغم من إن الكومبات كان كويس نوعا ما، إلا إني ما أقدرش أحطه في المزايا بسبب إصرار اللعبة على الحفاظ على نفس نظام الكاميرا المقرف بتاع الجزء الأول، ونفس اللوكون الغبي اللي بيخليك مش عارف تشوف حاجة وأنت بتحارب الأعداء. الجزء ده برضو متأثر بنظام الدنجنز بتاع ألعاب زيلدا، لكنه لسبب ما كانش عارف يخليه متنوع كفاية. بعد فترة أنا بدأت أزهق وبدأت أحس إني عمال أعمل نفس الدنجن كل شوية. وبمناسبة الملل، اللعبة فيها بعض أسوأ الأمثلة على مط الأحداث بشكل غير مبرر، مط مزعج جدا، وكمان كان بيصاحبه سيكونسز مملة ورتيبة. اللعبة كان فيها محتوى إضافي بس أنا الصراحة ما استمتعتش بيها لدرجة إني ألعب الDLCs كمان. تقييم النهائي لداركسايدرز 2 هو 6/10، لعبة فوق المتوسط. اللعبة ما حاولتش تصلح أي عيوب من الجزء السابق، بل وتخلت عن التصميم الخطي اللي خدم الجزء السابق واستبدلته بنظام عالم مفتوح مليء بالدنجنز ما كانش لايق عليها خالص.
تالت واخر لعبه لعبتها الشهر ده هي Battlefield Hardline، لعبه فيرست بيرسون شوتر وستيلث من تطوير فيسرال جيمز ونشر الكترونيك ارتس. الجزء ده بالرغم من انه بيقع في نفس عالم باقي اجزاء السلسله، الا انه بدل ما تلعب فيه بجنود في حرب كالمعتاد، المره دي بتلعب بشرطي بيواجه الجريمه وعالم المخدرات. التغيير الجذري في الثيمز ده جاب معاه تغيير جذري في تصميم اللعبه والجيم بلاي. تركيز اللعبه دلوقتي على التسلل وسط الاعداء والقبض عليهم بدل من قتلهم ببساطه كان تغيير مرحب بيه بشده. انا عموما بقيت ازهق من العاب الحروب التقليديه، علشان كده اللعبه دي بالنسبه لي كانت بريس اوف فريش اير زي ما بيقولوا. واظن اللي سمح فعلا لميكانيكس الجيم بلاي انها تتالق كان تصميم المراحل الرايق اللي الانمي بليسمنت فيها كان مخلي الستيلث سلس. تصميم الميشنز نفسه بقى كان متنوع، وكل مهمه بتجيب احساس مختلف معاها، ووسط كل مهمه والتانيه كان في لحظات اكشن روشه زي مطاردات العربيات مثلا. القصه نفسها برضو حلوه مقارنه بقصص باتل فيلد التقليديه، وبتستعرض مواضيع جديده ومختلفه مع شخصيات سهل الارتباط بيهم. بس للاسف مع اني استمتعت بالستيلث بتاع اللعبه جدا، الا اني كنت بواجه مشاكل متكرره مع الاي اي بتاع الاعداء. مثلا ما عندهمش القدره على تحديد الصوت جاي من انهي طابق، فلو عملت صوت وانت في طابق علوي علشان تستدرج عدو، بيروح يشوف الصوت في نفس المكان لكن في الطابق السفلي. وساعات برضو كانوا بيشوفوا من ورا الحوائط، وساعات ما كانوش بيستجيبوا صح للبرومتس وحاجات شبه كده كتير. لكن بعيدا عن المشاكل التقنيه، في عيب اخر في تصميم اللعبه نفسه، حاجه لو كانوا عملوها كانت هتكسب اللعبه عمق اكبر. اللعبه للاسف ما فيهاش الغاز تتطلب التفكير. انت بتلعب بمحقق بيجمع ادله علشان يحل قضايا، لكن الادله دي هي عباره عن كولكتبلز وخلاص، والقواضي بتتحل اوتوماتيك اول ما تجمع الكولكتبلز بتاعتها. اظن كان هيبقى احلى لو اللعبه تخليك انت اللي تربط بين الادله المبعثره دي وتحل القضايا بنفسك بشويه تفكير وديدكشن. يعني دي كانت هتبقى ميني جيم لطيفه وهتخدم الثيمز بتاعت اللعبه، وفي نفس الوقت ما كانتش صعبه للمطورين اضافتها. يعني تقييمي النهائي للكامبين بتاع باتلفيلد هاردلاين هو 7 من 10. لعبه حلوه، والصراحه افضل جزء من باتلفيلد لعبته حتى الان. طبعا التقييم ده للكامبين فقط، انا ما لعبتش المالتي بلاير خالص وما عنديش فكره هو فيه ايه. دلوقتي فقرة جيم اوف ذا مانث. انا كنت محتار الحقيقة بين باتلفيلد وسلاي ذا برنسس، لكن بالرغم من ان سلاي ذا برنسس كانت قصتها ممتعة جدا، الا اني ضعيف قوي قدام الستيلث وكان وحشني جدا. وباتلفيلد هاردلاين عرفت تداعب اشتياقي للستيلث بجيم بلاي ممتع الى حد كبير. بالنسبة بقى للناس اللي خمنوا ألعاب الشهر ده، الهنت بتاعتي محدش فهمها خالص، واضح كده اني بلغت في تقدير شهرة سلاي ذا برنسس. محدش خالص خمنها، بس في ناس كتير خمنت اني هلعب Darksiders 2. بالنسبة بقى للشهر الجاي، فأنا هستخدم فزورة برضو، والفزورة كالآتي: A roll of fate, a kingdom strange where luck decides how worlds rearrange. A girl with a friend, a journey untold. Through dice and danger, destiny unfolds. What game am I? منتظر تخميناتكم للشهر الجاي. ما تنسوش كل واحد ليه 3 تخمينات فقط. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، وممكن تتابعوني برضو على قناة ستوري تايم، وتتابعوني على فيسبوك انستجرام وتيك توك. شكرا للمشاهدة، واشوفكم الفيديو الجاي.